يا جماعة الدنيا مقلوبة في مصر، وفي مظاهرات في القاهرة، والله زي ما بقول لكم كده. انت ساكت كده ليه يا ابو حرامي ولا ايه؟ انت ساكت كده ليه يا ابو حرامي ولا ايه؟ الحقيقة المظاهرات دي في الجامعة الأمريكية تحديدا في القاهرة، عشان أنا مش كذاب طبعا، مفيش مظاهرات على مستوى شعب يعني، لكن هي مظاهرات بجد داخل الجامعة الأمريكية. بس يا ترى ليه؟ مصاريف الجامعة زادت من 370 ل 730 ألف في السنة. انتوا متخيلين يا جماعة 730 ألف جنيه في السنة؟ إيه ده؟ في السنة الواحدة؟ يعني 4 سنين تصرف لك فيهم قد ايه؟ يعني بتتكلم في 3 مليون وشوية. مبلغ ضخم قوي صراحة يعني. ما هو اكيد برضو اللي بيدخل عياله الجامعة الامريكية مش واحد عادي يعني. فانتوا عم حتى المشاكل والغلا وصل عندكم، الموضوع بقى كبير قوي كده. انا نفسي اشيل الهم زيكم كده والله. يعني خديني معاكم ادوني نص المبلغ ده. ده احنا بنخلص تعليمنا كله من ساعة ما بنبقى في ابتدائي لحد ما بنخلص جامعة، ما بنصرفش ربع المبلغ ده صراحة يعني. يعني حتى الناس اللي في الجامعة الأمريكية بيعانوا. من موقعي هذا بطالب الحكومة إنها تتدخل وتراعي ظروف الناس دي. يعني حرام عليكم، 730 ألف جنيه في السنة يعني راعوا ظروف الناس، اقفوا جنبهم، يعني حاولوا تراعوهم شوية، ادوا لهم دعم. انا نفسي الصراحه اشيل الهم زيكم كده، يبقى معايا ملايين واقعد شايل الهم كده. هدفع السنه دي كام؟ 730. طب السنه الجايه هدفع مليون. طب اللي بعديها هدفع كام؟ نفسي والله اعيش يعني الاجواء دي حلوه قوي، نفسي اجربها. ممكن؟ مفيش حاجه بعيده على ربنا.